احفظي الوصفة دي عندك للعيد، لان من جمالها هتعتمد الوصفة وهتدعيلي. لايك وشير وصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. وتعالي نسمي بسم الله ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. اول حاجة عندي حلة نزلت بمعلقة كبيرة من السمنة، ورقتين من الورق اللورا، وهنا هعملها النهاردة في حلة ألمونيا عشان اديك الدرجة المظبوطة للحمة للون اللي انا محتاجاه. نزلت طبعا بقطعتين من اللية وسبتهم يسخنوا معايا، واول ما بتسخن كويس اوي الحلة ببدأ انزل باللحمة زي ما انتوا شايفينها، تقطيعتها مكعبات صغيرة، بسيبها كده على نار عالية جدا. وبعد كده ببدأ اديها كده تقليبة بتكون غيرت لونها، وبسيبها تاخد لون وارجع اديلها تقليبة تاني. اهم حاجة انك تنزليها على نار عالية جدا، والحلة بتاعتك تكون سخنة جدا عشان ما تنزلش مية كتير. بصوا نزلت حبة مية قليلين جدا بسبب ان الحلة كانت سخنة جدا والسمنة كانت مقدوحة فيها. طبعا شوحتها تشويحة حلوة على نار عالية لحد لما اخدت معايا اللون الذهبي الغامق ده. هو ده اللي بيديك الصوص البني، طعمه كده حاجة خيال. هتاكلي احلى كباب حلة ممكن تجربيه او تعمليه في حياتك. بعد كده نزلت ببصلتين كبار فرماهم خشن، ممكن لو ما عندكيش كبة تقطعيهم بالسكينة تقطيعة صغيرة. بعد كده نزلت طبعا بعد ما شوحت البصل نزلت بالتوابل، كزبرة، فلفل اسود، شطة، والقرفة معانا اساسية في الوصفة. نزلت طبعا بمعلقة صغيرة ممسوحة من القرفة. بعد كده هدي تشويحة حلوة قوي للبصل والتوابل مع اللحمة. بصوا البصل على طول بيغير لونه بسبب لون اللحمة واللون اللي اخدته معايا الحلة من تشويحة اللحمة. هنا كانت اتشوحت كويس قوي. هبدأ انزل عليها بمية مغلية، ما ينفعش خالص تنزلي عليها بمية باردة او مية فترة من الحنفية، هتأخري تسوية اللحمة. بعد التشويحة دي انزلي بمية مغلية، وبما انها غلت على طول دلوقتي ههدي النار على الاخر، بغطي الحلة بسيبها معايا لحد لما اللحمة تستوي تماما. لو لقيتي ان اللحمة بتاعتك اتشربت المية اللي انت نزلتيها ولسه محتاجة تسوية ارجعي زوديها، بس زوديها مية مغلية. هنا كانت اللحمة استوت تماما معايا. نزلت بالملح لان احنا ما نزلناش الملح في الاول عشان ما يأخرش تسوية اللحمة. ودلوقتي هغطي عليها وهسيبها كده تتشرب كمان شوية من الصوص. وبعد كده قدمتها معاكم. والله العظيم لما تجربوا الوصفة هتعتمدوها وهتدعولي، وكل اللي هيدوقها من ايدك هيقولك تسلم ايدك. فاتمنى بجد تجربوا وصفة النهاردة وتقولولي على رأيكم فيها. لايك وشير وصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. واستنوني في وصفات جاية كتير بإذن الله. كل سنة وانتم طيبين.